بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، معكم محمد المحلاوي، صاحب شركة MG لاستصلاح الأراضي وصاحب قناة محلاوي ميديا للي مش عارفني. النهاردة احنا لسه بنتكلم على موضوع سهم النخيل، وهنتكلم على مشكلة تانية واحد بيهاجمني على النت. هنبدأ بالمهاجمة ديت وهنقول ايه موضوعها. هو في أخ بلدياتي اشترى مني 10 فدان، الوحيد في الناس اللي انا عملت له عقد بيع نهائي، والمفروض ان انا ما اعملوش عقد بيع نهائي لما يخلص فلوس الدوله. واي واحد انا بديله عقد بيع ابتدائي، وانا بمتاز عن الناس في الفرافره ان انا بكتب من حق الطرف الثاني التصرف في الارض بكافه التصرفات الممكنه، رغم المفروض اي واحد بيكتب يقول او كل الناس هنا في الفرافره معظم الشركات تقول لا يجوز للطرف الثاني التصرف في الارض الا بعد تسديد فلوس الدوله، خلاص، او الرجوع للطرف الاول. فانا يعني خايف من ربنا وخايف من الاخره، فبقول لك انت افرض انا مت بكره، ابني صغير مش هيعمل لك حاجه، بس ممكن خاله يتحكم فيه، عمه يتحكم فيه، امه تتحكم فيه، وابني يبهدلك. فانا بامنك من نفسي وبامنك من ابني وبامنك من الناس كلها، وبقول لك من حقك التصرف في الارض بكافه التصرفات الممكنه. اي واحد بيجي يشتري ارض بيجي يشوفها، وطبعا مرمطه وبهدله، وبنروح معاه وخلاص بياخد قرار ويكتب عقد. طالما كتب عقد خلاص، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك البيعان بالخيار ما لم يفترقا. يعني ايه؟ يعني وانت بتكتب العقد من حقك ما تدينيش الفلوس وتقطع الفلوس، تقطع العقد، تقول انا مش عايز اخد منك، شكلك وحش انت يا محمد المحلاوي، مناخيرك مقطوشه مثلا، مش هاخد منك، انت شكلك مش عاجبني، انت ارضك مش عاجباني. لكن احنا كتبنا عقد، خلص الكلام. ليه؟ انت اديتني فلوس، انا دخلتها في مشروع تاني، عملت حاجه تانيه، سويت في حاجه تانيه، خلاص. مش معنى ان حد مثلا قال لك كلمه وحشه، وهنا الفرافره معظمها سماسره. يعني انت لو جاي تركب توك توك يوصلك في حته فيقول لك انا عندي 1000 فدان، واحد قريب، ويوديك للشركه عشان ياخد عموله. رايح تنزل في فندق فيقول لك انا عندي واحد حبيبي بقى ومش عايز منك حاجه وهجيب لك اللي انت عايزه عشان ياخد من عموله. لو انت رايح المجلس نفسه تساله على حاجه يقول لك انا هجيب لك واحد حبيبي ومش عارف ايه عشان يكلم شركه وياخد وراها عموله. فقصه احنا عارفينها خلاص، والكلام ده يبقى حرام. لا بيع على بيع اخيك ولا خطبه على خطبه اخيك. وفي ناس بتعملها، يبقى واحد شاري ويقعد يزهقه في الحاجه اللي هو واخدها عشان يخليه يسيبها ويجي. الاخ شاري مني، اديته يشهد ربنا ويعلم ربنا، هو طبعا سمعني، بيقول لي يا محمد هو يعني العقد هكتبه عندك ولا؟ قلت له عايز تكتبه عند محامي اكتبه. قال لي ماشي، ممكن محامي؟ رحنا عند المحامي ويعلم ربنا، وهو ممكن يرد هنا ان هو ما دفعش ليا ولا جنيه، ولا دفع للمحامي ولا جنيه صراحه. واحد في القعده دي كان جاي من غير فلوس، وانا بيقول لي انا معيش فلوس. قلت له يا عم انت بلدياتي عادي، وانا اكتب بند في العقد تحول فلوس خلال مثلا 5 ايام. قال لي لا بكره. قلت له يا عم خليها اسبوعين. فحول فلوس فعلا، وكان امين وحول فلوس وبعت فلوس المحامي، واحنا كنا حلوين معاه، ما خدناش منه حاجه، وعملناه حلو وقابلناه حلو، خد واجبه وشاف الارض وعجبته وكتب عقده. قال له المحامي سجلها لي في المحكمه، سجلناها في المحكمه، والناس كلها بدها عقد ابتدائي. بقول لهم العقد النهائي لما تخلص الدوله اديته عقد النهائي، ظنا ان هو بلدياتي وعايز اخدمه، وعايز يعني هو رايح غربه، وتزرعها لي يا حاج محمد. قلت له ممكن ازرعها لك بس لها تكلفه. فقال لي ماشي. فبقول له يعني لو هتعملها برسيم لازم تكنها معايا 2 3 عشان ارزق، لان برسيم انتوا عارفين ان هو الحشه الاولى ما بتجيبش حاجه، ممكن اقل من ربعتين، الثانيه برضو بتاع نصتين، الثالثه مش عارف ايه، يعني في الرابعه. وبيقعد يجي 2 3 على ما يطلع. يعني هو يقول لي لا سنه، ما هو على ما تيجي 9 اشهر يبقى انا خدت من حشه واحده، يبقى انا عندي عمال وحاجات. المهم لا هو كتب عقد معايا في الزراعه، ولا انا كتبت معاه عقد. فبيديني وعلى مضض، وحسيت من اسلوبه ان هو يعني غير المقابله الاولى وحاجات كده. يعني المهم انا ما ارتحتش، مش عايز ازرع له، انا بلتزم بالعقد. بس المسلمين عند شروطهم، وربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران ووفوا بالعقود. العقد اللي انا كاتبه لك بالارض هو ملكك، ما اقدرش امشي على جسرها، وانا بعترف في الفيديو اهو، وانت عارف، ومعاك عقد ومسجل في المحكمه. اما بالنسبه بقى حد يقول لك لا ده وحشه وتقول لي خد الارض، ماشي، قلت لك اخدها، ايه المانع؟
بس انا ما اقدرش اديك فلوسها دلوقتي. تقول لي لا ده انت بتعمل مشروع سهم مناخيل وهحاربك، وهتعمل مشروع مش عارف ايه وهحاربك وهفضحك على النت هتفضحني. ما هو انا ليا رزق، هو انت اللي بترزقني؟ ربنا اللي بيرزقني. وبعدين المشرع او القانون عمل حاجه اسمها ايه؟ اسمها ما فيش حد يقدر يسب حد ولا يقذف حد على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لو هو معاه الحق. ليه؟ لازم يكون معاك حكم من المحكمة ان الشخص دوت مثلا نصاب او حرامي او ضحك عليك او عمل مش عارف ايه، عمل حاجة فيك فخدت حكم من المحكمة بناء عليه ممكن تنشر تقول الراجل ده وحش وكذا وكذا وكذا. لكن انك انت تنشر تقول الراجل ده وحش وعمل وسوى 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 وعمل وانت ما معكش حكم المحكمة، فانت بتشهر بالشخص ده. فحتى لو انت على حق هتاخد حكم بالحبس. ليه؟ لان انت ما خدتش حكم محكمة ان الراجل ده سيء. فأنا بقول لك يا فلان أنا هبص العيش والملح، أنا عندي كلامي، لو أنت عايز تديني الأرض هاخدها منك، بس لازم ما ينفعش الكلام اللي أنت تقوله إنك أنت تسجل فيديو وتبعته وأنا أدي والمحامي يديني العقد وأنا أدي الفلوس للمحامي. لا، حضرتك لازم تروح، أنت في دولة عربية هتروح السفارة هتعمل توكيل للمحامي أو توكيل لأخوك أو توكيل لصاحبك بالبيع. اما هو معاه توكيل بالبيع انا هشتري منه وهطلع له شيك بالفلوس، شيك بنكي، الشيك ده يصرف بعد شهرين. لان انا عندي حاجات انت تقول لي لا معاك فلوس، انا معايا انا، بس مش لازم اقول لك، ما يمكن حد تاني بيمولني، ما يمكن انا دخلت بالارض وواحد دخل بالانشاءات وانا بسوق، اللي يعلم بالناس ربنا. فانا مهما تضغط علي مهما تعمل مش هديك فلوس قبل 30/9. عايز تبيعها لحد تاني وشايف ان هو يديك فلوس فوري ماشي، عايز تزرعها انت حر، انا ما اقدرش اقول لك حاجه. لكن انت هتشوهني، هتقول لي طب انت يا محمد يعني مش عايز تتعامل معايا ليه؟ بقول لك اسلوبك بتكلمني وانا راجل كبير وانت زي ولادي وباسلوب وحش، وانا ما ينفعش ارد لك نفس الاسلوب. انت بعت واحد يزرع الارض وهو ومنزله في الاستراحه عندي وبيشخر للراجل بتاعي، سكرتير مكتبي بيشخر له، يعني الراجل بتاعك او صاحبك بيشخر له لما هو بيكلمك، بتقول له رحت انت كمان شاخر له في التليفون. احنا مش ناس وحشه عشان انتوا تعاملونا كده، واحنا مش بنخاف من مواقع التواصل الاجتماعي. وانا خدت بوستات وبوستات برقم الواتس اللي انت حاطه قايل للناس تواصلوا معايا عليه، خدت سكرين شوت الحاجات دي وخدت سكرين شوت لصاحبك منزلها. واذا والله انت راجل قلت لي بعت لي قلت لي يا محمد انا ملتزم معاك هبعت توكيل وهبيع لك الارض وهاخد الفلوس بعد شهرين، انا ملتزم بده. انت والله تمسح الحاجات الوحشه اللي انت عملتها، انا هعتبر ان ديت نزوه منك وخلصت وهديك الفلوس بعد شهرين. انت مثلا قلت لي لا وقعدت تهاجم والكلام دهوت، فانا هاخد سكرين شوت تاني من كل اللي انت هتنزله، هسيبك اسبوع، هسيبك شهر، هسيبك يوم، المهم لحد ما تغلط كتير واروح مباحث الانترنت ومحامي شاطر واروح اعمل لك قضيه حلوه وانت نازل تتمسك في المطار، واخد بال حضرتك؟ لان انت طبعا مش هترد ولا هتستأنف ولا هتتعمل، المهم هتمسك في المطار وتنفذ الحكم اللي عليك. ساعتها بقى زاد العداء اكتر لانك اتحبست، فهيبقى ايه؟ موضوع بقى صعب، بقى موضوع عن الارض بقى مش هاخدها بقى ساعتها، وهيحصل وش وهيحصل حاجات اكتر. انا بقول لك يا استاذ احمد من فضلك لو ليك حق الجأ للقانون، او بيع ارضك او بيعها لي وخد في حقها بعد شهرين، لكن مش هديك فلوس دلوقتي. واحد تاني يقول لك لا انت عايز ترجع في البيع تدفع شرط الجزاء. انا يا ابني مش عايز منك شرط جزاء، بقول لك انت بلدياتي وانا اكلت معاك عيش وملح، انا بقول لك مش فرط العمليه، بس مش هديك فلوس دلوقتي. لو انت قعدت تصرخ في ميدان الفرافره وقعدت تقول يا اللي فين، لو رحت فين وقعدت تصرخ تقول يا اللي ايه، انا مش هديك فلوس. لازم تعمل توكيل لمحامي او تيجي بنفسك تكتب تمضي على عقد البيع. دي رقم 2. بقول لك يا فلان انت هي كلمة واحدة مفيش تاني، كل الحاجات الإساءات تشيلها، فاهمني؟ وتبعت توكيل بالبيع أو تيجي بنفسك، غير وبرضه مش هتاخد غير شيك بفلوسك في 30/9. غير كده مفيش كلام تاني. عايز تعمل إساءات اعمل زي ما انت عايز وسوي زي ما انت عايز، وشوف
محمد المحلاوي هيقدر يرد عليك ولا لا؟ وعايز اقول لك حاجه، لو كل واحد صاحب شركه واحد خد منه ارض خوفه وعمل كده، يبقى ايه؟ يبقى عليه العوض. في قانون يحميني منك خلاص، وفيه ناس فاهمه ان فيه ناس ما تبقى يعني بيتلعب بيها، وفي قصص كتير. المهم احنا تجاوزنا الموضوع النخل. سهم النخيل يا جماعه على ارض طيبه، ارض سهل بركه. الارض اساسا اسمها مبادره نخيل، يعني الفدان في الدوله ب17.5. ارض زي الزبده، انا ببني فيها اهوت، فيها البير. الطاقه الشمسيه هتبقى 80 كيلو، البير 700 متر. بقول لك نخل سيوي، وهزرع لك تحت منه تين اسباني ابيض. ليه اسباني ابيض؟ عشان انت لو انت رايح به القاهره ممكن يبوظ من الحر، لكن ممكن بعمل مصنع في الارض، ممكن تجففه عندي في المصنع ب5 جنيه، او تبيعه لي وانا اشتريه، او انت عايز تاخده تبيعه في حته تانية، يبقى انت حر. فالتين ده ممكن يجيب فلوس يصرف على النخل، وممكن يصرف على بيتك. بقول الفدان ب99,000 جنيه. التعاقد في الفرافرة في ميدان الشاشة، شركة MG محمد المحلاوي. بقول للأستاذ أحمد أي حاجة أنت بتعملها هي هتضرك أنت، ما تضرنيش أنا. اللي بيعفر تراب بيجي على دماغه هو. الناس عارفة مين هو محمد المحلاوي. خالد اللي انت شخرت له في التليفون، وصاحبك شخر له في وصاحبك شخر له في الاستراحه، يعني اما صاحبك كان بيتصل بيك وانت شخرت وهو شخر، ممكن يشهد بكده في المحكمه. عم محمود اللي صاحبك قال عليه نصاب ممكن يشهد واعمل بلاغ في صاحبك، وصاحبك بيشهر بيا، وعم محمود يشهد بكده، وقلت للراجل ان انا نصاب، والراجل اشترى عندي ارض برضه. ويعني شوف الجبروت، يعني انا منيمه في الاستراحه بتاعتي وبقول عليه نصاب. يعني حاجه عجيبه جدا. خلاصه الكلام، انا راجل في السوق بتجاوز اي مشكلات. مفيش جنيه هتاخده قبل شهرين، وبرضه مش هدفعك شرط الجزاء. ما زلت باقي على لقمة عيش، ما زلت باقي على حاجة. لما قلت لي يا محمد ربنا يخليك، ما زلت باقي على كلمة طيبة، ما بنساش الطيب، بنسى القاسية فقط. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. معلش أنا شغلتكم بمشاكلي، بس هو طرح الموضوع للرأي العام، فلازم الموضوع يتطرح للرأي العام. يعني واحد اتكلم في حارة يبقى الكلام في حارة، واحد اتكلم في مكتب يبقى الكلام في مكتب. هو اتكلم على العام، يبقى لازم اتكلم على العام وارد عن نفسي. هو شايف ان انا اذيه يروح للقسم او يروح المحكمة، لكن ما يشهرش بيا على النت. يشهر بيا على النت يبقى هو دلوقتي بيدمر الاقتصاد، وبيدمر رجال اعمال، وبيدمر سمعة ناس ومستقبل ناس. ده كان الفيديو بتاع النهاردة. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.